في اللايف. السلام عليكم، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. ناس البر اللايف، السلام عليكم. امهاتنا، ابائنا الكرام، اخواننا واخواتنا، ابنائنا وبناتنا، السلام عليكم. كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم منتصرين. قوات مسلحه، السلام عليكم. قياده الخرطوم، قياده بورسودان، السيد البرهان، السيد الكباش، السيد ياسر عطا، والينا الساده الولاة، ولاة الولايات، السلام عليكم. الادارات الاهليه الكرام، قاده ومستنفرين السودان، مقاومة الشعبية، قيادة وقبائل، السلام عليكم. حادبين على مصلحة البلاد، خطنا الإعلامي، السلام عليكم. جيشنا الأبيض، السلام عليكم. ناس الموية، ناس الكهرباء، كيف أحوالكم؟ وناس الطرق، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين وأنتم تعيدون البلاد. إحنا عندنا ثورة، ثورة تغيير، ثورة بناء، ثورة إعمار، ثورة حقيقية بقيادة الشعب السوداني وصناعة الأمة إن شاء الله. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله طيبين. وتحية لأخواننا في الخط الإعلامي الداعمين للقوات المسلحة، الواقفين سند لبعض، الوقفوا معانا وآزرونا في كل المحن، الناس اللي إن شاء الله ما بنتخزل فيهم وما بنخزلهم. حية لأخواننا في تيك توك، حية لأخونا القائد خالد أبو رهف، تحية لأخونا القائد النجومي، وتحية لأخونا بيبي، تحية لأخونا بيش، تحية لأخونا الشرطي ود المصطفى، وتحية لأخونا وشيخنا الإمام المجاهد آدم جار النبي في الفاشر، ومن هنا بنرسل له التحايا. تحية لكل الناس اللي وقفت معانا في الخط الإعلامي، الناس اللي ساندتنا ودعمانا واقفة في ظهرنا. تحية للشعب السوداني الأبي الكريم، وبنقول لكم بإذن الله إحنا منتصرين ومع بعض واقفين ومساندين ومؤازرين وماشيين قدام. وما زلنا في معركة الكرامة، والحمد لله على نعمة البصيرة. وربنا سبحانه وتعالى بيكشف لنا الخونة والعملاء والجواسيس، وما زالت معركتنا مع الشيطان مستمرة، والناس تكون في يقين وثبات إنه الحق منتصر بإذن الله. والليلة في تطورات خطاب المهزوم قائد الدعم السريع، بنقول قائد لأنه ذاك ماف حميتي ده، ما خلاص اتحلى واتبلى ومشى لله، ما في حاجة اسمها حميتي تاني. حتى لو هو حي، احنا بالنسبة لنا حميتي ده يا ميت، ما حيكون عنده وجود عسكري ولا وجود سياسي ولا وجود اجتماعي ولا وجود في السودان، هو ومن عاونه بإذن واحد أحد. دائما الحاجات بتاعت الشيطان بتكون في الظاهر عليها معقدة ومترابطة، وانت هي عبارة عن سلسلة ما حتعرف تبداها من وين عشان تفهم الحاصل. ولكن الله عز وجل بشرنا وطمنا وقال لنا كيد الشيطان كان ضعيفا. فالليلة خطاب عبد الرحيم دقلو هو امتداد لخطابات السارية في الميديا خلال الفترة اللي فاتت، خطابات فصل الشعب السوداني، تقسيم الشعب السوداني، صناعة العنصرية والجهوية والقبلية اللي احنا بنقول ماتت مع الدعم السريع. الدعامي عبارة عن زول ماشي في الشارع وهو في نظرنا ما زول. القيم الجواه هي لو تكلم الدعامي فتحدث بالعنصرية وبالموت والتهديد، بالفساد، بالجهوية، بمحاربة 56 واستهداف قبائل بالاسم، ده الدعامي. نفس القيم دي في ناس بيسعوا بيها في الفترة اللي فاتت، وكل ما يلقوا لهم فرقة بيستثمروا فيها وبيطلعوا بيها. واحنا ربنا سبحانه وتعالى ناصرنا بانه جعل في عدونا الجهل والغباء وفضح نفسه. احنا والله ما كلفنا روحنا انه احنا نحارب الناس ديل باي نوع من وسائل الاعلام او الصفحات او الجروبات
أو الاستهداف لاحظته ما قاعدين ننزل صورهم ولا بنتكلم فيهم ما لم ينزلوا حاجة في صفحاتهم. ما قاعدين نستهدفهم لأنه إحنا أول حاجة عندنا اعتقاد إنه إحنا ننتمي إلى دوحة الأخلاق والقيم، دوحة الإسلام. إحنا شرفنا جاي من الرجال اللي قدامنا ديل والقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، فإحنا ما شايفينهم، ما بذلنا أي مجهود في محاربتهم، براهم حرقوا روحهم. إذا كانت دولة 56 بتعني بالنسبة للدعامة إنه ناس مستأثرين بالسلطة أو شايفين روح أو عنصريين، فهي دولة 56 في نظرنا هي 60 سنة من غياب وعي الناس بأحزاب وشخصيات سياسية. ربنا سبحانه وتعالى جعل كيدهم في نحرهم، براهم حرقوا روحهم في السنتين وما كلفنا حاجة. جنودا لم تروها، والله ربنا سلط عليهم رايات وشعارات هي اللي هزمتهم، احنا بس بنبينها ما اكتر. امتداد خطاب عبد الرحيم الليلة هو بيصطاد في موية عكرة. الموية دي عكرت في الايام اللي فاتت عبر قنوات الخبث، قنوات اعلام التضليل. الناس هاجت في خطاب مناوي المقطوع والمبتور وهو بيتكلم عن النظام السابق وعن سياسات النظام السابق وعن رأيه في السودان ومحافظته لمكاسبه. أي زول من حقه يشيل الميكروفون في السودان يدافع عن ثرواته ويدافع عن أهله ويدافع عن ولايته، لكن قناة الجزيرة وقناة الحدث وقناة العربية اقتطعوا الكلام ومشوه في مسار تاني، وطلع مناه يوضح رؤيته. لكن الخط الماشي، الخط بيتكلم عن انه والله البرهان وجيشه حرروا الخرطوم والجزيرة والنيل الابيض وحرسوا ناس في نهر النيل وباعوكم في الفاشر. ماشي الخطاب ده من غرف اعلامية متخصصة، جروبات باسم ابناء الهامش، جروبات بتتكلم عن انه والله عينوا الشماليين قالوا في بيبي وعين الشماليين قالوا في بيش، وخطوط ماشية. احنا بنحييهم من هنا اعلام حركات الكفاح، ومن الليلة بنقول لهم وبنقول للشعب السوداني انه المشتركة تمثل السودان، والمشتركة تمثل القوات المسلحة، والمشتركة تمثل معركة الكرامة. المشتركة ما حقت الفاشر، والمشتركة ما حقت قبيلة، والمشتركة ما حقت خليل ولا جبريل ولا مناوي ولا مصطفى تنبور. المشتركة ده حقت السودان، الدافعت عن السودان شبر شبر، مواطن مواطن، قبيلة قبيلة، وما زالت في خط الدفاع الأول. ومحل ما تقبل بتلقى كدمول المشتركة وتتشر المشتركة شغالين في الخط إنه البرهان حرر الجزيرة والنيل الأبيض وسنار. عينه الليلة هو باعكم. ماشي خطاب عبد الرحيم في نفس الخط، استغل هيجان الميديا في اليومين الفاتت، واصل في الخطاب بخاطب في مواطن دارفور بيقول لهم عينوا ناس الشمال اللي باعوكم وحرروا بلدهم واحنا ماشيين نغزوهم، احنا ماشيين لهم في عقر دارهم. داير تأييد قبلي لانه عارف انه هو في دارفور ما حيقعد، وعارف انه ما زالت المشتركة موجودة ومواطن دارفور الحر موجود. هو ما حيلقى له موطن قدم في دارفور، لازم يخلق تأييد شعبي. داير يجيب له تأييد شعبي من دارفور. عينه الإعلام الهايج في مناوي ده احنا قلنا قبل كده قاعدين نثق فيه وفي سياسته. أي كلمة يقولها مناوي عندها أبعاد. أنا أشرح لك واحد من الحاجات الفترة اللي فاتت رد مناوي كان يتكلم في إنه والله الوضع بتاع الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا. الناس هاجت تاني يوم مشى مناوي قال له سطرين، قال قوات حركة مناوي تتبع للقوات المسلحة، نمرة عسكرية وتبعية وقيادة. أنا ما عندي على سلطة. قلت لكم الكلام ده ما لكم، الكلام ده لفرنسا والكلام ده لليبيا والكلام ده لمحاور كانت في يوم من الأيام بتدعم مناوي، بيطالبوا الليلة بأنه يقعد مع الدعم السريع ويفصل دارفور. قال لهم دارنا أفصلها كيف؟ قالوا له بقواتك تحارب الجيش. قال لهم قواتي دي الليلة بتتبع للقوات المسلحة، إمرة القيادة حقتها ما تابعة لي، وعندها نمر عسكرية ما تابعة لي.
انا عارف من ناوي لما نتكلم، لكن الناس بتصطاد، احنا نمشي مع الناس في حاجات ما واضحه. احنا في معركه كلها الغام وحسابات، ودايره انه احنا قبل ما نرد نصبر 3 دقائق ونصبر 3 ساعات، قبل ما نفتح لايف، قبل ما نفتح صفحاتنا تكون عرضه لانه احنا نشق الصف ونعتقد انه والله فلان باعنا وخاننا. وقت البيع والخيانه انتهى. الدعم السريع داير يقدم لمناوي ولا حركات الكفاح شنو؟ داير يديهم شنو يعني؟ ولا حاجه. الناس قاعد تستعجل. دائما اي جوكر يتفك في الميديا تفاعل الناس معاه بدون حكمه ورويه. صبر.